جديد. ما حبيتش ندير 10/10 2016 السنه اللي فاتت، لان ما كناش جاهزين، وكان لازم ننتظر شويه حتى تكون سيناريوهات مكتوبه بطريقه يعني كثير كش يقولوا ادابتي على رياليتي، على الواقع، تتلائم مع الواقع، مع ان 10/10 مش كل المواضيع مع الواقع، لكن الميزه تاعها انه لا بلوبار دي سوجي الناس يعيشوهم اليوم. هذه هي الميزه تاع 10/10، سي ديكالي مع الوقت. يعني هو في يعني مملكه عشناها نقولوا في القرن خياليه في القرن ال11 او 12. والمواضيع اللي نطرقوا لها مواضيع تاع اليوم اللي عايشينها اليوم. الجمهور هو يعمل في اسقاط على الواقع. هي مملكه خياليه في القرن ال11، ولكن كاين اسقاط كبير على الواقع. ما تقدرش. هذا هو الهدف تاع عاشور. اول شيء احنا الاسقاط الاول يعني في الطبعه الاولى تاع 10/10 حبينا نعطيو حاجه جديده للناس، انه مهما يعني المملكه قديمه عايشين تاع بكري، بصح الكلام واللهجه والمواضيع والعقليه تاع اليوم، حتى الناس تفهم باللي المواضيع اللي نطرقها تاع اليوم، كاين مواضيع خاليه لكن ما كاين مواضيع عندها علاقه مع الواقع. والان اصبح الجمهور، انا نقول الخيال تاعو فات، الخيال تاعنا كمخرج يعني منفذ، حتى من طريقه السيناريو، لي سيناريست اللي يكتبوا معنا المواضيع، حنا نشوفوا الناس كيفاش راهي تبعث لنا على مواقع لي ريزو سوسيو، بان الخيال تاعهم فات. راحوا لبعيد، راحوا اكثر من انا ما كنت يعني نيماجيني. لان علاش؟ لان الهدف هذا يعني هو. تقدر تقول انهم داروا اسقاط وحدهم. وهذا هو السينما والتلفزيون مودرن، ستادير المشاهد اليوم ما لازمش يكون باسيف، لازم يكون اكتيف، لازم يساهم في الموضوع، لازم لما يشوف حتى هو يعطي رايه من خلال الموضوع اللي يشوفه، حتى اذا كان سياسي اجتماعي ولا اي شيء. هذا الاسقاط اللي المشاهد راه يدير فيه وحده، هل يخدم الانتاج او ما يخدموش؟ هو بطريقه لما يسبق، انت تقول انه فات الاسقاط اللي انت كنت اصلا دايره في راسك، او الكاتب السيناريو اللي دارو، هذا الاسقاط اللي راه يدير فيه الجمهور، هل يخدم العمل في نهايه يخدم العمل؟ طبعا يخدم العمل، بما ان خلاص الموضوع المملكه وناسها وسلطانها خلاص بلعوهم، سدي خلاص كيش يقولوا تقبلوهم الناس، الببليك لارجا، يعني المشاهد، الجمهور العريض تقبل المملكه وتقبل سلطانها وتقبل كل ما فيها. فكل اسقاطات، كل ما هو يتخيل، اذا كان ايجابي او سلبي، هذا ايجابي بالنسبه للانتاج احنا نديروه، لان احنا ماناش نعطوا تقييمات، احنا ما نعطوش اون جوج با، سي ان كونستا، احنا اون كونستات، نحطوا الموضوع نبلاصيوه ونقولوا نشوفوا كيفاش. وانتم ماكمش مسؤولين على الجمهور كيف يفكر. لا احنا ماناش مسؤولين، لكن بالعكس احنا انتم يهمكم التفاعل اكيد. بيان سور لازم يكون رياكسيون، كل ما يكون تفاعل شيء يخدم الانتاج. اذا كان تفاعل، ولكن احيانا الجمهور يمد تقييمات واراء ماكمش مضطرين انكم تتوافقوا معها ربما. بيان سور، وهذا هو المليح في هذا هو كاين هذا هو الجدل، يعني سكون ابل لو ديبا. ما جو سوي با اوبليجي يكون عندي الحق في كلش، المشاهد يقدر يكون عنده الحق في بعض المواضيع من خلال الاراء تاعهم. انا نشوفوا بعض الاراء تري امبورطون، وكاين اراء اللي ما مش دونك هذا هو المهم. 10/10 خلق ديبا، هذا هو الاهم. طيب انا نظن انه انت ركزت في جزئه الثاني 10/10 رمضان 2017 اكثر على الرسائل الاجتماعيه والسياسيه اكثر من الفكاهه. هل تعمدت ذلك؟ طبعا تعمدنا، لان كان صعب. احنا اخترنا، قلنا اذا رحنا في الفكاهه للفكاهه ماش تدينا البعيد، خاصه وان 10/10 بين الطبعه الاولى والطبعه الثانيه لازم يكون فيها فرق، والفرق هذاك هو احنا خدينا، هذا اختيار فني كنا نقدر نغلطوا فيه، لكن الامباكت بوبولير خلانا اليوم نعرف باللي ان رد الفعل تاع الجمهور كان يمكن احسن واقوى، لان المزج بين الفكاهه والرسائل اعطت ثمارها. يمكن بعض المواضيع الفكاهه تاعها كانت ناقصه، لكن انا ما حبيتش نتعمد على
ما حبيناش نكتبوا سكون ابل لو كاغ ستادير تضحك في حاجه كلمه ولا زوج تاع عاشور ولا لا لا سيتوياسيون هي اللي تضحكنا. مثلا نباليش انايا نشوفوا لقطه تاع وليد السلطان كي يكون شايد المخدرات، هذه ما تضحكش، لكن لا سيتوياسيون تضحك لان اليوم كاين مسؤولين، كاين لا ماشي غير هذه، كاولاد مسؤولين، كاين يعطيك اولاد الصحة. مسؤولين، وهذه خرجت بها حتى الصحافه الوطنيه. الصحافه الوطنيه تكلمت على اولاد بعض المسؤولين، ماشي كلهم اكيد، بعض ابناء المسؤولين اللي تورطوا في عمليات مثل هذه. يعطيك الصحة. نعم. والمجتمع تاعنا في الجزائر انتم لما اليوم تتكلموا على 10/10 تقدروا تعنيوا به اي مسؤول جزائري، اي 10/10 ما نعنيو الا 10/10 اللي يفهمها حاجه اخرى براسو ولا حس بها سيك هو اللي راه مسؤول على هذه الاشياء. دونك حنا نعطوا اراء وماناش كيما بعض المواضيع ولا بعض البرامج اللي تفوت في الشروق ولا في قناه اخرى اللي تعطي مباشره. احنا ماناش هذا، احنا نعم. نخدموا بالايحاء. فوالا احنا في لا فيكسيون، احنا خيال. من خلال الخيال عندنا بعض المواضيع اللي فيها رسائل. الرسائل ماهيش برك سياسيه، تقدر تكون اجتماعيه، حطيناها في بعض المواضيع كما قلت لك على المخدرات ولا مثلا على الالعاب الاولمبيه اللي حتى لي زاتليت تاعنا ما جابوا حتى ميداي لو كان ما كانش رشيد مخلوف اللي نحييه. رشيد لا توفيق مخلوف اللي نحييه هو اللي مسكين راح جاب لنا دي ميداي دور. هذه احنا عطيناها في قالب فكاهي، لكن المعنى تاعها انه مش هذا ماشي سياسه، راهو حتى رياضه كذلك. اكيد. وانتم اسكو اخترت انك تتوجه للرسائل الاجتماعيه والسياسيه لانك شفت انه الشعب الجزائري مولوع بالسياسه كذلك؟ هو يبان ما يحبش السياسه، يبان انه طلق السياسه، وحنا نشوفوا نسبه العزوف الكبيره اللي شهدتها الانتخابات التشريعيه، ولكنه في نفس الوقت كاين مفارقه انه يهتم كذلك بالسياسه ويحب يسمع الاخبار السياسيه واخبار اللي تعكس الواقع تاع بلاده. الجمهور تاعنا ليلى جمهور الي كومون ابل سا الي او عايش الي اكتيف. حنا كاين بزاف اللي يقول لك ما يجيبش خبر، لا بالعكس. حنا نتكلمي على السياسه، لكن ماشي غير السياسه، في الرياضه لانه في نهايه الامر كل شيء هو مسيس. المشكل الكبير المشكل الكبير بالنسبه احنا كمخرجين ولا المنتجين، الجمهور راهو ينافسنا، راهو يقارننا مع انتاج كبير هوليووديا، صديق يقول لك يشوفنا مع افلام كما حريم السلطان ولا امريكيه ولا اوروبيه. على احنا انا كمخرج لازم الدور تاعي نقيم الانتاج بطريقه، يعني لازم نحطوا الماكسيموم باش يكون عندنا ان برودوي دو كاليتي ديجا اولا، باش نقدروا نقولوا بلي حنا قادرين نعملوا احسن الانتاجات من حيث الكاليتي. هل انت مقتنع بهذا المستوى الانتاج هذا؟ اي انتاج 10/10 لا ما نقدرش نتكلم على انتاج تاعي نقول مقتنع، نقول الحمد لله لحقنا لواحد النيفو اللي نقدروا نقنعوا به الناس. باش نكون مقتنع 100% لا اكيد ما كاش حاجه فيها 100%. لا هناك بعض الاخطاء. اذا قلنا مقتنعين سيك مازال ما فهمناش شنو هو اوني جامي ساتيسفي. طيب كما تعرف انه 10/10 حقق نسبه مشاهده كبيره وساهم في انه تكون الى جانب برامج اخرى، ساهم في انه تكون الشروق هي الاولى في نسبه المشاهده في الاسبوع الاول والثاني، اظن الثالث كذلك، وربما كل شهر رمضان. هل كنت تتوقع هذه النتيجه؟ صعب السؤال تاعك. باش نقول لك ما كنتش نتوقع لا، وباش نقول لك كنت نتوقع هذا يعني سي ان بو اون بريتونسيون، لكن كنا منتظرين ان تكون النتيجه. يعني احنا وانا في التصوير اولا في الكتابه وبعدين في التصوير وبعدين في المونتاج كنا شايفين باللي بعض المواضيع راح تعمل ضجه. فقلت لك مع الاول باللي هذا العام خلينا اون اني باش نوجدوا روحنا بطريقه ايجابيه في تحضير 10/10 من حيث التقنيه، من حيث كما نقولوا لي كوستيم ولي ديكور خدمناهم هذه المره، يعني عطينا ميزه اكثر بالنسبه للطبعه الاولى. ابخي بور ليكريتور والسيناريو كنا كذلك 8 بيرسون في الكتيبه، 8 اشخاص يكتبوا لمده 6 شهور ولا 7 شهور. يعني هذا ما جاش دو ريان دو تو، صديق كل كي تشوفي 10/10 تشوفي لو ديالوج تشوفي لي سيتوياسيون، لو كان تقارنيها مع بعض البرامج الاخرى تحسي بلي كاين خدمه اكسترا. نقدروا تقولي لي بعض المواضيع ولا بعض الاشياء تكون بيان سور اوني جامي بارفي، حتى افلام امريكيه كاين لقطات عيانين، لكن
انا جو بونس كو درنا ان ايفور مهم باش يحسب باش نطلعوا يحسب لا كاليتي مستوى الانتاج تاع العشر العاشر. مهم. على كل حال احنا نتمناو كل نجاح والتوفيق ويعطيكم يسلمك. الصحة ميرسي. كل الفريق يعطيكم الصحة. خلينا برك نشوفوا الكواليس لأنه جعفر قاسم جبنا مفاجأة لأول مرة تعرض على الشاشة هي كواليس هذا العمل. نشوفوا مع بعض ثم نعاودوا نرجعوا. عاودوا لي ترابين عاودوا لي او ميليو هنا ما تبقى كيما راك كسريش راسك وشنو عاود جدا الكودوي فتح حسابنا على اساس هو يدير الخطاب ولا يقعد غير هو اللي ما نفوتوش عليه. هذه كواليس 10/10 راح يكون ميكينغ اوف كبير على هذا الشيء في نهار العيد ان شاء الله راح يفوت ان شاء الله باش الناس تفهم كيفاش خدمنا كيفاش. وكان اكيد اجواء طاقم مرحه كبير. وطاقم كبير طاقم كبير وتقنيين بزاف وخدمه كبيره وتحضير اكيد. وكاين سؤال في الاخر نطرحه لك، هل سيكون هناك 10/10 السؤال هذا يقعد مطروح لا على باليش والله ما نكذب عليك. كل شيء ممكن ان شاء الله كل شيء لانه نفس الجواب مديته لنا من 2015. لا قلت لك راح يكون قلت لي راح يكون هالمره ما على باليش. ممكن يكون بنظره جديده يمكن تصور جديد صح. ممكن نروحوا للقرن واحد اخر. صح. لا كل شيء هي حكايه تحضير وكتابه وخيال بيان سور. هذا هو اكثر من التصوير. نعم. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا جعفر قاسم. نتمنى لك كل نجاح والتوفيق والمزيد من الابداع اللي تعودنا منك هذا الابداع هذا الرقي في الفن. شكرا جزيلا ان شاء الله. لك. شكرا وصحة صحتكم. صحة صحتكم مشاهدينا الكرام. شكرا على المتابعة ونلتقي في الغد بحول الله. إلى اللقاء.